ازيكم؟ النهارده هنعمل الحلبة المعقودة او المفتقة بطريقة سهلة وبسيطة خالص. ازيكم؟ يلا نعمل حلبة معقودة. معانا كوباية الا ربع دقيق، وكمان كوباية الا ربع زيت، معانا سمسم، معانا سوداني على حسب ما انت عايزة، ومعانا 8 كيلو من الحلبة المحوجة او المطحونة. على نار هادية انزل بالزيت، اول ما يسخن اقلب الدقيق لحد ما يطلع ريحته كده ويبقى لونه هادي. الدقيق ما ريحته يطلع على طول انزل بالسمسم، يا ريت يكون فاتح عشان ما يغمقش معانا ونحمصه. انزل بالسوداني وتبقى تحميصه واحده، وبرده نديت الحلبة المطحونة بشوية من المية عشان ما تمررش. كده الدقيق والسمسم والسوداني اتحمصوا، انزل بقى بالحلبة على طول واقلب برضه. في ناس بتحط تحويجة، بس دي طريقة ستي ومامتي كمان، وبتبقى زي الفل، وبكتفي بالحلبة. دلوقتي بجيب العسل وبنزل بيه. عايزه اقولك نصيحه للعسل، قلبي على جنب واحد او ناحيه واحده او جهه واحده عشان ما تعقدش مني. دلوقتي هديت النار وعلى ناحيه واحده جهه واحده بقلب. ايدك دايما فيها عشان خاطر هي مش هتاخد معاكي اقل من 10 دقايق تقليب، وبعد كده هطفي النار عليها، وكده هنبقى عملنا الحلبة المعقودة في وقت قصير جدا. وهوريها لكم لما تبرد شوية، يعني مش هتاخد معاكي وقت ولا مقادير كتير ولا مهما. دلوقتي انا طفيت عليها، وده القوام اللي انا عاوزاه. طبعا هي سلسه جدا في التقليب لان هي لسه سخنه جدا جدا بتغلي. شايفين البخار زي ما احنا شايفين. دلوقتي فضيت شويه في طبق، وده القوام. كل ما تبرد طبعا القوام بتاعها هيبقى جميل جدا، وانا مش عايزاها ناشفه يعني عقده قوي. وده سبب ان انا كنت بعملها في اتجاه واحد، واخده بالي منها ما طولتهاش على النار. انا طماعه شويه، بحب لها المكسرات كتير كده زي ما انتم شايفين، وده طبعا تبع الرغبه بتاعتكم. كل ما تبرد كل ما تبقى احلى. حاليا بقى عايزه اقول لك ان ولادي محضرين العيش البلدي والفينو كمان عشان يقوموا بالتجربه، عشان يدوقوها، فتقريبا ياكلوا نص الحله. ايه رايكم؟ اعمليها سهله وجميله، وكمان بتدي طاقة للجسم في البرد اللي احنا فيه دوت. تمام. وكمان انا بوريكي بس كل ما بقلب القوام بيبقى بيمسك مع بعضيه كده اهوت عشان السخونة بتروح. تمام. وكمان يا جماعة بتدي طاقة حلوة قوي للولاد وهم رايحين الجامعة ورايحين المدرسة، بتبقى حلوة قوي قوي قوي. بس ما وعدكيش في اللانش بوكس، وحفيدتي بتعشق الحلبة المعقودة، بس طبعا ما ينفعش اللانش بوكس، ممكن تبهدل الولاد، فلما تيجي اكليها زي ما انت عايزة. لكن تنفعنا احنا للشغل، تنفعنا بقى للفطور، تنفع لحاجات كتير قوي قوي قوي. الحلبة المعقودة او المفتقة من الحاجات الجميلة جدا اللي احنا بنعشقها. اعمليها وغذي نفسك وغذي ولادك. السلام عليكم.